السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في الحلقة الأولى من بودكاست راحة البال. هذا البرنامج اللي الهدف منه نعطي واحد الطاقة إيجابية من خلال دردشة مشاركة ديال بعض العادات وبعض الأفكار اللي تقدر تكون بسيطة ولكن كدير فرق كبير في حياتنا. من خلال هذا البودكاست غادي نحاولوا نوقفوا لحظة وسط الزحام ديال الحياة، نسمعوا صوت داخلنا، نعطيو فرصة لأنفسنا باش ترتاح وباش تحس بالطمأنينة اللي بعض المرات كنساوها وسط الصخب والزحام ديال كل نهار بين المسؤوليات وضغوطات الحياة. أول حلقة خصصتها الموضوع ولا الفكرة ديال راحة البال، اللي هو أصلًا عنوان ديال البودكاست وديال القناة. راحة البال ماشي شي حاجة اللي كنشريوها بالفلوس، ولكن القيمة المعنوية ديالها والتأثير ديالها كبير بزاف في حياتنا. وماشي مكان كنمشيو ليه، هي حالة، إحساس كيتولد في القلب منين كنكونوا صادقين مع راسنا، منين كنقبلوا الحياة كيف ما هي، ومنين كنوقفوا نحاربوا ضد كل تفصيل صغير ما كيعجبناش. كتعجبني واحد الجملة بالانجلي كتقول choose your battles، اللي هي الواحد يختار المعارك ديالو. ماشي كل حاجة تستاهل نعطيها الطاقة ديالي، وبالأحرى نستهلك فيها هاديك الطاقة والتفكير والمورال ديالي، المزاج ديالي، نخربقو غير هكاك في شي حوايج تافهة. الإنسان اللي كيبغي يرتاح خصو يتعلم يوقف الهضرة الزايدة، يوقف التفكير الزايد اللي كيدور في الراس بدون توقف على الكبيرة والصغيرة. آآ وفقط يتنفس وياخد واحد الاستراحة مرة ما فيها بأس. ملي كتوقف شوية هداك التفكير كتحس أن العالم كيبدا كيهدا شوية بشوية. وأن المشاعر اللي كانت دايرة ديك الفوضى كتبدا تهبط، بحال فاش كدوز شي عجالة، كتكون واحد العجالة نايضة وكتبقى تهدن بشوية بشوية، وكتجي ديك الشتيوة اللي كتهدنها بحال هكا التفكير ديالنا الزايد. والواحد يصغّر الحاجة، c'est-à-dire أن شي حوايج اللي ما كتحتاجش ديك القيمة اللي عاطينه، ما كتحتاجش ديك الحجم اللي عاطينه. كاع اش غادي يوقع في العالم ببعض المرات، شحال من موقف كنت تحطيت فيه وهكا والوسواس وكنفكر بزاف وكنقول ومن بعد اش غادي يوقع كاع، وكنتخيل أكفى سيناريو ممكن يوقع ليا. وكنقول ومن بعد غنموت، غادي يموت شي حد، آآ غادي دوز غدوز وكدوز وكتفوت وبخير ما وقع حتى شي حاجة. وكنقول زعما ما كانش كتستاهل كاع داكشي اللي هاد التفكير هذا وهاد القلق هذا دونك الواحد آآ ما أمكن أنه أرخي النفس كي كنقولوا، رخيها وخليها على الله. آآ حاجة أخرى أننا كنضيّعوا راحة البال ديالنا ملي كنبداو نقارنوا راسنا بوحدين أخرين، ملي كنشوفوا شنو عند الآخرين ونسولوا راسنا علاش أنا ما عنديش، وعلاش هذاك وعلاش الطمأنينة اللي كتجي من القبول، من الرضا، دونك راحة البال حتى هي كتجي من هاد الconcept هذا، من الإيمان بأن كل واحد وحقه، كل واحد ونصيبه في هاد الحياة، وكل واحد عنده تجربته الخاصة، وأنا على يقين أن حتى واحد ما عنده واحد الحياة كاملة مكمولة، ضروري كتكون شي حاجة ناقصة. دونك وأنا أصلًا بغيت ندير حلقة نخصصها غير على هاد المفهوم ديال الرضا والقبول. حاجة أخرى باش نحققوا راحة البال، أننا شي مرة ولا من الأحسن أن الواحد ياخدها يدخلها في العادات ديالو، ما نقولش يوميا، نقدر مرة في السيمانة، 2 مرات في الشهر، 3 مرات في الشهر، آآ الواحد يديكونيكتا، نقاطعوا ماشي على العالم، ولكن نحاولوا نحيدوا
التليفون نحيدو، نخرجو شوية مع حبذا لو كان في الطبيعة ومكان زعما اللي هو آآ فيه تواصل مع الطبيعة واللي نقدروا نتأملوا فيه في سكون وسكوت مع راسنا، ويكون واحد الوقيتة ديالنا بيننا وبين راسنا وبين الله سبحانه وتعالى، وبين نشوفوا النعم اللي ربي نعم علينا بها ملي كنفيقوا الصباح حتى كنعسوا في الليل. راه غير ديك الفيقة ديال الصباح راه نعمة، الصحة ديالنا نعمة، الناس اللي دايرين بينا واللي كيبغيونا وكنبغيوهم نعمة. في أبسط الأشياء كنلقاو باللي راها إلا شتيها من منظور آخر كتلقاها كنز آآ يعني ذو قيمة عالية وغالية. لذلك آآ مرّة خصنا نرجعوا لهاد الفكرة، خصنا نتأملوا في هاد المفهوم هذا، و ونخرّجوا هاديك الوقيتة ديالنا اللي نديروا فيها داك الشي اللي قريب لقلبنا، واللي كنلقاو فيه راسنا، واللي كنلقاو فيه واحد الراحة. حيت بعض المرات في الصمت كتلقى جواب اللي مكتقدرش تلقاه في وسط ديك الضوضاء وداك الصداع، ولا موسيقى ولا آآ الصداع اللي داير بينا، ولا حتى التليفون وكلشي. حنا في واحد المجتمع وفي واحد العصر اللي اوني بوغي مزحوم بهاد الضوضاء. ومن بعد خرجتي راه غير لي زافيش بوبليسيتير الاشهارات اللي دايرين بينا، راه فين ما دورتي راسك كتلقى يعني هذه براسها راها ضوضاء. داكشي باش علاش انا قلت زعما فاش كتمشي للطبيعة كتلقى راسك اكثر. حاجة اخرى، آآ حنا كلنا عندنا علاقات اجتماعية، علاقات منقدروش نعيشو بوحدنا بلا الناس اللي دايرين بينا، وبالمرات ديك العلاقات كيأثروا فينا. كاينين بعض المرات ناس آذونا، ناس خلاو فينا une marque. الواحد يسامح ويدوزها اللي آذاك خليه منو سيدي ربي تولاه. أنت فاش كتبقى شاغل راسك بداك الإنسان وكل مرة كتفكر شنو دار وشنو هادي وعلاش وكيفاش ما أنا، هادي أصلًا كتاخد واحد الإنرجي، كتاخد واحد الطاقة من راحة البال، من راحة ديال بالك. دونك باش ترتاح ما تبقاش هاز الهم وداك الكره في صدرك. آآ راه الكراهية كتسرق راحة البال أكثر من أي شيء آخر، يعني نفسيًا وعقليًا وجسديًا كذلك، لأن الصحة النفسية راه أوتوماتيكمون كتأثر على الجسد وعلى الصحة الجسدية كذلك. آمم دونك الواحد صفّي نفسك، خلّي واحد آذاك بالمناسبة. شتي فاش الواحد ما كتعتبروش كاين أصلًا لمّا تنقول الإنسان اللي آذاك اللي فريمون آذاك بزاف، فاش ما كتعتبروش كاين في الوجود، يعني ما كيستحق لا أنك تبغيه ولا أنك تكرهه، كيولي عندك بحال أي حاجة un objet banal باسكو كاع الأشياء عندها واحد الutilité في الحياة. غادي يكون واحد الشيء اللي ما عندوش utilité، راه ميم البكتيريا عندها utilité في الحياة، عندها واحد المهمة، واحد كيكون نكرة. هذا هو المفهوم، نكرة يعني أنه ما كيأثر فيك لا بالسلب ولا بالإيجاب، كاين ما كاينش. دونك هادي راه أسمى أحسن حالة ممكن توصل ليها مع شي حد اللي آذاك، دونك اللي كتبقاش معتبرو بالوجود. كل صباح قبل ما تبدا نهارك قول الحمد لله، بواحد الامتنان، بواحد السلام، وبواحد الانرجي اللي هي بوزيتيف، واحد الطاقة إيجابية اللي تبدا بها نهارك، ما كاين ما أحسن من هكا.
أنا عارفة بلي كل واحد وحياته، كل واحد ومشاغيله ومشاكله، يعني تقدر تكون في هاد اللحظة كتمر بفترة صعيبة، تقدر تكون دوزتي فترة صعيبة ولا مقبل على شي حوايج اللي غادي يخلقوا تغيير في حياتك ولا يعني كل واحد وشنو عنده. ولكن ثقوا بيا حيت نقول لكم هو راه فعلًا ماشي غادي نكذب لأن كلشي كيدوز، كلشي كيدوز وكلشي غادي يكون بخير، ماشي ضروري اليوم، ماشي ضروري غدا، ولكن راحة البال غادي تجي وكتجي، غير خلّي الباب محلول و والواحد يمشي بهاد الأفكار هادي وبهاد ال بهاد l'état d'esprit وخُد وقتك واسمح لنفسك أنك ترتاح حيت tout simplement بكل بساطة تستاهل الراحة، تستاهل الحب، تستاهل الطمأنينة، وإلا وصلتِ معايا لهنا شكرًا بزاف، وكنتمنى تكون هاد الحلقة حسّاتك بشوية ديال الهدوء وعطاتك واحد الطاقة إيجابية، وشوية ديال السلام الداخلي، وما تنساوش تشتركوا في القناة باش توصل الحلقات الجديدة كل أسبوع، وحتى نعيشوا مع بعض لحظات أخرى. خليتكم على خير، حتى نتلاقاو في الحلقة الجاية.